السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنوريكم طريقة إنجاز بوطة المطبخ بسمك 4 سنتيمترات وعلو 85 سنتيمتر باش تدخل لنا ماكينة المواعن بسهولة وبدقة عالية. أول حاجة درنا القياسات، حددنا العلو ديال 85 سنتيمتر، حيث هذا هو القياس المناسب باش تدخل ماكينة المواعن بلا مشاكل وكيخلي الخدمة مريحة في الاستعمال اليومي. من بعد ركزنا على السمك. سمك البوطة غير 4 سنتيمترات، ولكن خاصه يكون قوي وما يتشققش، وهذا الشيء كي يطلب خدمة دقيقة فالحديد والبيسور. استعملنا حديد 12 ملم في البيسور. علاش؟ حية الحديد 12 كي يعطي صلابة مزيانة وكي يعاون البوطة تبقى مستقرة وما يكونش فيها هبوط مع الوقت. دابا نمروا لمرحلة تحضير القالب. ضروري يكون الميزان مضبوط مزيان. استعملنا الميزان الأفقي باش نتأكدوا أن السطح مستقيم 100%. إذا ما كانش الميزان مضبوط غادي توقع مشاكل في تركيب الرخام أو الزليج. من بعد فرشنا الجليش بطريقة متساوية وخلينا المسافة بين الحديد والسطح باش يكون تغطية مزيانة بالبيطون وما يبغاش الحديد باين. دابا كنجيو لمرحلة صب البيطون. الخلطة خاصها تكون متوازنة، ما تكونش خاسرة بزاف ولا ناشفة بزاف. خصها تكون عندها واحد اللزوجة مزيانة باش تعمر جميع الفراغات. من بعد الصب كنستعملوا المالج باش نسطحوا السطح، وكنعاودوا نراقبوا الميزان باش نبقاو في 85 سنتيمتر بالضبط. النقطة المهمة هي الفتحة ديال ماكينة المواعن. خصنا نحسبوا القياس ديالها قبل ما نصبو باش نخليو الفراغ مضبوط بلا ما نرجعوا نقصوا من بعد. هذه الطريقة اللي خدمنا بها اليوم كتخلي البوطة رقيقة غير 4 سنتيمترات، ولكن قوية بفضل حديد 12 ومضبوطة في 58 سنتيمتر باش تدخل الماكينة بلا مشكل. من بعد ما تنشف تقدر تركب الرخام أو الزليج فوقها بسهولة. حية السطح جا مستقيم وموزون. النصيحة ديالي لأي واحد خدام في هذا المجال: الدقة في القياسات أهم من السرعة. إلى خدمتي بميزان مضبوط وحددت العلو صحيح غادي تربح الوقت والمجهود. وفي الأخير، إذا عجبكم الفيديو دعمونا بلايك وما تنساوش تشتركوا في القناة باش توصلكم جميع أعمالنا الجديدة في مجال البناء والديكور. نشوفكم في فيديو جديد.